مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار الملاعب، حيث نأتيكم بأحدث التطورات في عالم كرة القدم المغربية والعربية. في هذه النشرة سنكشف عن صفقة ضخمة تسببت في إبعاد نجم بارز عن الوداد الرياضي لينتقل إلى دوري عربي كبير، وسنستعرض تفاصيل انتقال أشرف داري إلى الأهلي المصري. كما سنأخذكم إلى البرازيل، حيث انتقل محمد العروش الشاب المغربي الطموح إلى بوتافوغو، ولن ننسى أنس الزروري الذي شق طريقه نحو لانس الفرنسي. وفي الدار البيضاء سنكشف عن المباراة الودية المثيرة بين إشبيلية وفريق مغربي على ملعب الأبجيكو. سنناقش أيضا الفوارق الكبيرة في أجور حراس الدوري السعودي، خاصة نجم ياسين بونو، وسنسلط الضوء على الضغط الذي يمارسه كريستيانو رونالدو على النصر للتعاقد مع نجم مغربي جديد. ولا تفوتوا الحديث عن فرصة كبيرة لمغربي في بايرن ميونخ بعد إصابة ستانيسيتش، وأيضا صفقة مولودي الجزائر مع لاعب مغربي شاب. وفي النهاية سنتحدث عن شقيق أشرف بن شرقي الذي صدم جمهور الزمالك بحقيقة جديدة، وسنكشف عن خطوة مانشستر يونايتد الفريدة من نوعها لدعم نصير مزراوي في مسيرته الاحترافية. تابعونا حتى النهاية لتعرفوا كل هذه التفاصيل وأكثر في نشرتنا اليوم. البداية مع الخبر الذي هز الأوساط الرياضية. أشرف داري المدافع القوي لنادي الوداد الرياضي ينتقل إلى الأهلي المصري في صفقة ضخمة تزيد قيمتها عن 2,000,000 يورو. تفاصيل الصفقة وكيف أثر هذا القرار على مستقبل داري، وما هو رد فعل الوداد، نكشفها لكم بعد قليل. في مفاجأة كبيرة لجماهير الوداد، تسبب عرض ضخم تجاوز 1,000,000 يورو في إبعاد نجم الفريق عن الدوري المغربي. الصفقة تعكس التنافس الشديد بين الأندية العربية لجذب أبرز المواهب من الدوري المغربي، مما يفتح نقاشا حول تأثير هذه الانتقالات على مستوى الكرة المغربية ومدى قدرة الأندية المحلية على الاحتفاظ بنجومها. انتقال اللاعبين من الدوري المغربي إلى الدوريات العربية بات أمرا مألوفا، لكنه يطرح تساؤلات حول مستقبل المواهب المحلية. الفرق المغربية تحتاج إلى استراتيجيات أفضل للحفاظ على نجومها، سواء من خلال تحسين الرواتب أو تقديم مشاريع رياضية طموحة. أشرف داري الذي كان من أعمدة دفاع الوداد انتقل إلى الأهلي المصري بصفقة بلغت قيمتها أكثر من 2,000,000 يورو. هذه الصفقة تعزز من قوة الأهلي في خط الدفاع، وتفتح المجال أمام داري للتألق في دوري يعتبر من بين الأقوى في القارة الأفريقية. انتقال داري إلى الأهلي يعكس الاستراتيجية الطموحة للنادي المصري لتعزيز خط دفاعه. بالنسبة لداري، اللعب في مصر يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، حيث سيواجه تحديات أكبر وسيحظى بفرصة الظهور في منافسات أفريقية ودولية مرموقة. ومن انتقالات أوروبا إلى أمريكا الجنوبية، محمد العروش الشاب المغربي صاحب 20 عاما يترك ليون الفرنسي ويتجه إلى بوتافوغو البرازيلي في صفقة مفاجئة. ماذا يعني هذا الانتقال لمستقبله، وكيف ستستفيد الأندية من هذا الاتفاق؟ تعرفوا على القصة الكاملة الآن. محمد العروش اللاعب الفرنسي من أصول مغربية قرر خوض تجربة جديدة بالانتقال إلى بوتافوغو البرازيلي من ليون الفرنسي. الصفقة تمت مجانا مع استفادة ليون من نسبة من بيعه في المستقبل، مما يعكس الثقة في تطور مستواه في الدوري البرازيلي. الانتقال إلى الدوري البرازيلي يعد خطوة جريئة للعروش، حيث سيواجه أسلوب لعب مختلف وتحديات جديدة. هذه التجربة قد تكون فرصة لتطوير مهاراته وصقل موهبته، خصوصا في بيئة كروية تشتهر بتصدير المواهب. في فرنسا، نجمنا المغربي أنس الزروري ينتقل من برنالي إلى لانس الفرنسي بعقد يمتد حتى صيف 2028. ما هو السبب وراء هذا الانتقال؟ وكيف ستكون تجربته الجديدة في الدوري الفرنسي؟ كل الإجابات في هذه الفقرة.
بعد تجربة قصيرة مع هالين سيتي، عاد أنس الزروري إلى الدوري الفرنسي من بوابة لانس. اللاعب وقع عقدا يمتد حتى 2028، ما يشير إلى ثقة النادي بقدراته ومستقبله مع الفريق. انضمام الزروري إلى لانس يمثل فرصة مهمة لإثبات نفسه في الدوري الفرنسي. اللعب في لانس الذي يعد من الفرق المحترمة في فرنسا سيمنحه الفرصة للظهور بشكل أفضل، وربما جذب أنظار أندية أكبر في المستقبل. وفي الدار البيضاء، فريق إشبيلية الإسباني يقرر لعب مباراة ودية ضد وصيف الدوري المغربي للسيدات على ملعب الأب جيكو. ما أهمية هذه المباراة؟ ولماذا أثارت ضجة كبيرة بين عشاق كرة القدم النسائية؟ تفاصيل مشوقة في هذه الفقرة. إشبيلية الإسباني قرر إقامة مباراة ودية ضد فريق مغربي على ملعب الأبجيكو في الدار البيضاء. المباراة تحمل رمزية كبيرة، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بكرة القدم النسائية في المغرب، ويزيد من الحماس وجود نجمة المنتخب المغربي فاطمة تكناوت ضمن صفوف إشبيلية. هذه المباراة تمثل فرصة لتعزيز العلاقات الرياضية بين المغرب وإسبانيا، وتأكيد على أهمية كرة القدم النسائية. بالنسبة للمشجعين المغاربة، هي فرصة لمشاهدة فريق أوروبي كبير على أرضهم، مما قد يشجع المزيد من الفتيات على الانخراط في كرة القدم. ننتقل إلى الدوري السعودي، حيث يثير راتب ياسين بونو حارس الهلال السعودي الجدل. رغم تألقه الكبير، إلا أن راتبه أقل بكثير من حراس آخرين في الدوري. ما هي الأرقام؟ ولماذا هذا الفارق الكبير؟ تعرفوا على التفاصيل المثيرة الآن. رغم تألقه مع الهلال السعودي، فإن راتب ياسين بونو يبقى أقل بكثير من بعض الحراس الآخرين في الدوري السعودي. هذه الفوارق في الأجور تثير التساؤلات حول تقييم الأندية للاعبين، خاصة في مركز حساس كحراسة المرمى. بونو أثبت جدارته كحارس من الطراز الرفيع، لكن الفوارق في الرواتب قد تعكس سياسات التعاقد المختلفة بين الأندية. من المهم أن تأخذ الأندية في الاعتبار القيمة الفعلية للاعبين بناء على أدائهم، وليس فقط على أسمائهم أو شهرتهم. ومن السعودية أيضا، كريستيانو رونالدو يضغط بقوة على إدارة النصر للتعاقد مع نجم المنتخب المغربي سفيان رحيمي. هل سينجح رونالدو في جلب هذا اللاعب؟ وما هو موقف نادي العين الإماراتي؟ نكشف لكم كل الأسرار وراء هذه الصفقة المحتملة. كريستيانو رونالدو يستخدم نفوذه في نادي النصر السعودي للضغط على الإدارة للتعاقد مع نجم المنتخب المغربي سفيان رحيمي. النجم البرتغالي يسعى لتعزيز صفوف فريقه بصفقات قوية لمنافسة الهلال. ضغوط رونالدو تعكس رغبته في تحقيق النجاح مع النصر بأسرع وقت. التعاقد مع رحيمي قد يكون إضافة قوية للنصر، لكن هذا يعتمد على توافق رؤية اللاعب مع متطلبات النادي، بالإضافة إلى تلبية طلبات العين الإماراتي. ضربة موجعة لبايرن ميونخ بإصابة ستانيسيتش، مما يفتح الباب أمام اللاعب المغربي آدم أزنو ليحل محله. كيف ستؤثر هذه الفرصة على مشواره الاحترافي؟ وهل سينجح في إثبات نفسه؟ التفاصيل الكاملة تأتيكم في هذه الفقرة. تعرض ظهير بايرن ميونخ جوسيب ستانيسيتش لإصابة قوية قد تبعده عن الملاعب لشهرين. هذه الإصابة قد تفتح الباب أمام اللاعب المغربي آدم أزنو ليثبت نفسه في الفريق الأول. الإصابات تفتح أحيانا فرصا غير متوقعة للاعبين الشباب. أزنو أمامه الآن فرصة ذهبية لإثبات جدارته في أحد أكبر الأندية الأوروبية، وإذا تمكن من استغلالها فقد يصبح لاعبا أساسيا في الفريق على المدى الطويل. إلى الجزائر الآن، حيث يقترب مولودية الجزائر من إعلان تعاقده مع اللاعب المغربي محمد أمين مسوسة قادما من ليل الفرنسي. ماذا سيقدم هذا الشاب للنادي الجزائري؟ وما هي توقعات الجماهير؟ نجيب على هذه الأسئلة وأكثر.
مولودية الجزائر يقترب من التعاقد مع محمد أمين مسوسة اللاعب المغربي الشاب القادم من ليل الفرنسي. الصفقة تأتي في إطار سعي الفريق الجزائري لتعزيز صفوفه بلاعبين واعدين. انتقال مسوسة إلى الدوري الجزائري يمثل تحديا جديدا له في بيئة كروية مختلفة. نجاحه يعتمد على كيفية تأقلمه مع الأجواء الجزائرية والضغوط الجماهيرية. إذا نجح فقد يكون له مستقبل مشرق في الكرة الأفريقية. وأخيرا، مفاجأة كبيرة لجمهور الزمالك. شقيق أشرف بن شرقي يكشف الحقيقة حول الأخبار المتداولة عن عودته إلى النادي. هل هي شائعات أم هناك شيء من الصحة في هذه الأنباء؟ تابعوا معنا لمعرفة الحقيقة الكاملة. بعد شائعات عديدة حول عودة أشرف بن شرقي إلى الزمالك، نفى شقيقه رشيد هذه الأخبار مؤكدا أن اللاعب لم يتخذ قرارا بعد بشأن مستقبله. هذه التصريحات جاءت كصدمة لجمهور الزمالك الذي كان يترقب عودة النجم المغربي. شائعات الانتقالات جزء لا يتجزأ من عالم كرة القدم، لكن تصريحات شقيق بن شرقي تضع حدا للتكهنات مؤقتا. القرار النهائي سيكون له تأثير كبير على مسيرة اللاعب وعلى خطط الأندية التي ترغب في ضمه. وفي إنجلترا، مانشستر يونايتد يقوم بخطوة غير مسبوقة لإرضاء نصير مزراوي بالبحث عن مسجد قريب من منزله. كيف يؤثر هذا الاهتمام بالتفاصيل على أداء اللاعب؟ وما هي الخطوات التي اتخذها النادي لإدماجه بشكل أفضل؟ اكتشفوا التفاصيل المثيرة في هذه الفقرة الأخيرة. في خطوة تهدف إلى تسهيل اندماج نصير مزراوي مع الفريق، يسعى مانشستر يونايتد إلى إيجاد مسجد قريب من منزله. هذا يظهر حرص النادي على توفير بيئة مريحة للاعبين المسلمين لتعزيز أدائهم على أرض الملعب. هذه المبادرة من مانشستر يونايتد تعكس الوعي بأهمية توفير بيئة مناسبة للاعبين من مختلف الثقافات والديانات. مثل هذه الخطوات يمكن أن تعزز ولاء اللاعبين للنادي وتحفزهم على تقديم أفضل ما لديهم. إذا كنت قد استمتعت بما قدمناه اليوم ووجدت المعلومات مفيدة، فلا تنسى أن تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات حتى لا تفوتك أي من أخبارنا المثيرة القادمة. مشاركتك للفيديو مع أصدقائك وتفاعلك في التعليقات يساعدنا في تقديم المزيد من المحتوى الذي تحبه. دعونا نستمر معا في متابعة كل جديد في عالم الرياضة ونسلط الضوء على أبطالنا المغاربة والعرب. شكرا لدعمكم المستمر.